ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم على مشكلة لو انت فتحت اللوجيك برو ومفيش اي صوت عايز يخرج من البرنامج. دي مشكلة عادية جدا بتحصل لأي حد مبتدئ او حتى لو مش مبتدئ. ساعات في حاجات من ان احنا ما بنعرفش ايه اللي حصل او ساعات بتتوه عننا. اول حاجة انت لازم تعملها ان انت هتروح على لوجيك سيتنجز واوديو. لازم تتأكد ان انت جوه سيتنجز وعند اوديو وتفعل الكور اوديو. دي اول خطوه لازم تتاكد منها انها سليمه. تاني خطوه تتاكد ان الاوتبوت بتاعك يكون كارت الصوت. انا هنا حاطه على برنامج التسجيل، لكن ممكن ان انت لازم تختار من القائمه كارت الصوت بتاعك. لو كارت الصوت متغير او انت مختار حاطط هيدفونز او على السبيكرز ومش عارف تسمع، يمكن انت موصل كارت الصوت والمخرج بتاع الصوت من البرنامج طالع على كارت الصوت مش على السبيكرز. فأهم حاجة إن أنت تختار كارت الصوت بتاعك. تمام، وتدوس أبلاي. طيب، أنا هنا مشغل البرنامج وحاطط متأكد إن في آلة موجودة على التراك بتاعنا، لكن لسه مفيش أي أصوات. طب أنا إيه المشكلة؟ لو بصينا هنا الحتة دي، ده الماستر أوتبوت بتاعك أو الفوليوم ماستر أوتبوت. طيب، أنا التراك بتاع الماستر عالي لكن لسه مفيش أي أصوات. يبقى تاني خطوة اللي إحنا لازم نبص عليها، نبص في الانسبكتور نتأكد: واحد، إن الميوت مش متفعل ولا السولو على تراك تاني. طيب أنا لغاية دلوقتي لسه مفيش أصوات، مفيش أي صوت. لو بصيت على التراك وبصيت هنا، شايف الحتة دي بتقول للتراك نفسه خرج الصوت بتاعك فين. هنا مكتوب لي نو اوتبوت، معنى كده ان مفيش اي اصوات هتخرج من التراك ده على الاوتبوت بتاعي. فانا اعالج الموضوع ده ايه؟ انا لو جيت عليه ودوست هيفتح لي القائمة بتاعت المخرج الصوت. فأنا أهم حاجة أتأكد إن عندي موجودة على output ستيريو output. هنلاقي إن الستيريو output بتاعنا فعل، ولو جيت دوست هلاقيه ابتدى يطلع أصوات. دي أول خطوة. تاني خطوة، أتأكد إن الميوت مش متفعل. لو الميوت متفعل وأنا مش واخد بالي، حتى لو جيت دوست مش هيطلع أي أصوات. تاني حاجة أتأكد إن الميوت مش متفعل ولسه في أصوات. تالت حاجة أتأكد منها هي إن التراك نفسه متفعل. بمعنى لو جيت هنا بصيت هنلاقي عندي فيه on و off. ده لو التراك مفصولة وجيت دوست مفيش أي أصوات برضو. فلازم برضو أتأكد إن الباور أو الأون والتراك on عشان أقدر أتأكد إن في أصوات خارجة. نفترض مثلا إن إحنا عندنا تراك تاني، تمام، وأنا واقف على التراك ده والتراك ده معمول له هو اللي سولو، وانا ستيل واقف على التراك ده. حتى لو جيت دوست مش هلاقي اصوات. فلازم برضه اتاكد ان السولو مقفول علشان اعرف اتاكد ان هو ده التراك اللي شغال. والعكس صحيح، لو التراك ده معمول له ميوت وده معمول له سولو وانا جاي واقف على التراك ده، هلاقي برضه ان مفيش اصوات. يبقى اهم حاجه نتاكد من الميوت والسولو والباور والاوتبوت بتاع التراك. ولو انت حابب ان انت تطلع او تجرب ان احنا نخرج اول نغمة، تابع الفيديو اللي قبل كده هتعرف ازاي ان احنا حطينا الآلة على التراك وعرفنا نطلع اول صوت. اشكركم واشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.